اولا احنا لازم نشيد بجماهير النادي الاهلي اشاده كبيره جدا جدا، لان هم كل فتره او كل موقف بيحصل للنادي الاهلي دايما تلاقي الجماهير بتدعم دعم غير محدود. دايما جماهير النادي الاهلي بتقف ورا مجلس ادارتها وبتقف ورا القرارات اللي هي بتطلع من مجلس الاداره، وشفنا ده في ماتش البنك الاهلي والهتافات الكبيره جدا اللي هي بتبين لك معدن جماهير النادي الاهلي، ان انا النهارده لا هيفرق معايا لعيب ولا هيفرق معايا مدير فني ولا هيفرق معايا رئيس نادي ولا هيفرق معايا اي حد، انا دايما ورا الكيان اللي هو كيان النادي الاهلي، دايما ورا القرارات اللي هي قرارات النادي الاهلي. كل ما اشوف ان في قرار مظبوط وسليم الجماهير بتدعم القرار بمنتهى القوه. اللي حصل من امام عاشور كان في المقابل جماهير النادي الاهلي قالت لك ما تسميش على حد، ما تسميش على حد، وتوقعنا الكلام ده كله قبل ماتش البنك الاهلي، وقلنا ان جماهير النادي الاهلي هيكون ليها وقفه كبيره جدا جدا مع امام عاشور، وهتقول اللي نفسها فيه وهتعبر عن اللي هي عايزه تقوله، علشان ما فيش لعيب يتعالى على النادي الاهلي، او ما فيش لعيب النهارده يحس ان هو بيلوي دراع النادي الاهلي. انت حضرتك عايز تبقى موجود معانا في المنظومه، اهلا وسهلا بيك وهتنورنا وتأدي دورك وتأدي الماتشات اللي انت هتلعبها بمنتهى القوة والتفاني. حضرتك مش عايز تبقى موجود معانا، شوف مصلحتك وروح النادي اللي يريحك، بس ما تلعبش مع النادي الاهلي لعبه القط والفار دي، علشان احنا ياما كلنا منها وياما دوسنا فيها ومش بيفرق معانا الكلام ده كله. زي ما قلنا جماهير النادي الاهلي بتثبت كل فتره ان فعلا انا ما بشجعش غير الكيان، انا ورا الكيان في كل القرارات. امام عاشور اخطا، امام عاشور اعتذر، اعتذاره بالنسبه لي يعني ما حسيتش ان هو مقبول شويه، علشان انت النهارده المفروض ان انت لاعب محترف، المفروض ان انت قدوه للاعيبه الشباب الصغيرين، المفروض النهارده ان انت لازم تبقى يعني زي ما بيقولوا كده مثال للعيب المحترف. انت النهارده ما ينفعش ان انت تقفل تليفونك عشان ما حدش يعرف يوصل لك ولا يكلمك، انت النهارده ما ينفعش تقول انا سخن مني لنفسي او انا تعبان مني لنفسي من غير ما ترجع لطبيب الفريق، ما ينفعش النهارده ان انت تاخد قرار بعدم السفر من مزاجك. جماهير النادي الاهلي مش هتقبل الكلام ده كله، وردت جماهير النادي الاهلي في ماتش البنك الاهلي